مظلوم عبدي على مفترق طرق تاريخي، فأي طريق سيختار؟ في أوقات الأزمات العصيبة والمنعطفات الحاسمة ووسط مرحلة حق تقرير المصير، بإمكان الأشخاص أن يتحولوا لصانع مصير للشعوب. ففي لوزان ساقت رسائل وبرقيات حسن خيري ومبعوثي الكرد مصير الكرد نحو الدمار والانهيار. واليوم يقف الكرد على مفترق طرق تاريخي آخر يتبلور مدى أهمية دور الشخصيات والقادة السياسيين. والآن يلعب مظلوم عبدي دورا كهذا في روجافا كردستان سوريا. الجنرال مظلوم أو مظلوم عبدي شخصية تسنمت لفترة من الزمن مناصب قيادية في حزب العمال الكردستاني PKK، ولم ينظر إليه الحزب قط على أنه مظلوم عبدي، بل اعتبره وأداره كأحد كوادره. في عام 2021 سعى الحزب لعزله عن منصبه، لكن المحاولة جوبهت برفض أمريكي، ما اضطر الحزب إلى تركه في منصبه كقيادي في الواجهة. لكنهم حاصروه وأحاطوه بكوادر الحزب من كل جانب. وعلى الرغم من أن مظلوم عبدي كان الشخصية المحورية والرئيسية في روجافا كردستان على مدى السنوات 14 الماضية، إلا أنه لم يتمكن من الإفلات من واقع ومنظومة PKK في روجافا. لم يسهم بشيء في توحيد القوى السياسية والرؤى الكردية في روجافا كردستان، ففي ظل سيطرته وقيادته تعرض السياسيون للاعتقال والاختطاف والقتل. استخدم روجافا كردستان ضد إقليم كردستان، وأصبح روجافا أداة في يد PKK لتبرير وجوده وشرعنته والاستفادة من نفوذه. وخلال هذه 14 عاما لم يتحرك مظلوم عبدي وفقا للمصالح الحقيقية للكرد، بل وفقا لأجندة PKK. دفع الشعب الكردي فاتورة باهظة لاستغلال PKK لروجافا كردستان واستثماره في الحسابات الإقليمية. نعم، نجا روجافا من كارثة عظيمة، لكن المخاطر والتهديدات لا تزال قائمة. ورغم هذه الحقيقة لم يتخلى PKK عن روجافا كردستان ولم يتركه وشأنه بعد، بل ما زال مصمما على شرعنته وتبرير وجوده على حساب روجافا كردستان، كما لا يزال يواصل فرض تأثيره ونفوذه هناك. نعم، لم يكن PKK من أنقذ روجافا كردستان من هذا الخطر، بل الموقف القومي والوطني للشعب الكردي والدعم الاستراتيجي بقيادة الرئيس بارزاني من إقليم كردستان. والكرد باتوا يدركون هذه الحقيقة جيدا وبوضوح تام. فيا ترى هل يدركها مظلوم عبدي أيضا؟ نعم، يرى الشعب الكردي الأخطاء والعثرات السابقة لمظلوم عبدي، لكن رغم هذا يغضون الطرف عنها ولا يعودون للماضي ولا يحملونه مسؤولية الدمار والفشل. كما يعلم السياسي بارزاني أيضا أن مظلوم عبدي كان مسؤولا عن هجوم YPG على بيشمركة كردستان في بيش خابور عام 2020، وأنه كان وراء الهجمات على قيم ورموز الحزب الديمقراطي الكردستاني في روجافا كردستان. ويعرف جيدا كيف أنه أطلق العنان لجوان شوراشجر الشبيبة الثورية لحرق صور الخالد الملا مصطفى البارزاني، لكنهم يتغافلون عن كل هذا ويغضون الطرف عنه، ويستدعون مظلوم ويستقبلونه في دهو ليجعلوه شخصية دبلوماسية. سعوا جاهدين لتواجده في مؤتمر ميونخ للأمن، مدوا له يد العون في أحلك أوقاته، لأن الكرد يريدون ويأملون أن يصبح مظلوم عبدي شخصية تحدد مصير روجافا كردستان وتصنعه، لا أن يبقى مجرد كادر في PKK، بل أن يكون صاحب موقف كردستاني جوهري. أمام هذا الكم من الحقائق يواجه مظلوم عبدي ويقف على مفترق طرق تاريخي، إما أن يصبح جزءا من أجندة PKK كعضو متخف منسي، أو يطوي صفحة ماضيه ويتركه خلفه ويتبنى خط الكرد وكردستان والكردية، إما سيتحرك وفق أجندة الدولة التركية عبر وجلات تجاه روجافا كردستان، أو سيسحق أنظمة الاحتلال في روجافا كردستان ويعود بهذه البقعة الكردستانية إلى حضن كردستان الأم. إما سيبقى حبيس الماضي وأسيره، أو سيطوي تلك الصفحة السوداء ويفتح صفحة بيضاء جديدة. اليوم جاء دور التاريخ ليصارح مظلوم عبدي بأسئلة صريحة وواضحة: من أنت؟ هل انتماؤك وولاؤك للتنظيم، أم تدين بالولاء السياسي لروجافا كردستان والشعب الكردي؟ فالآن حان الوقت لاختيار اتجاهك وموقفك. فيا ترى ماذا سيختار مظلوم عبدي؟